فأول شيء يتحقق الإنسان حينما يتحقق من معنى الوحي القرآن أن القرآن يعرفه بصاحبه الله جل جلاله. هذا الذي يغيب عنا أيضا كثيرا ونحن نقرأ القرآن. صحيح نحن مؤمنون لا شك في هذا، وعلى يقين بأن هذا القرآن أنزله الله من فوق 7 سماوات على قلب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولكننا ننسى أثناء التلاوة ننسى. يجب أن نتحقق من أن الله جل جلاله إذ نقرأ القرآن أنه سبحانه يتكلم، لأن القرآن كلام الله. كلام الله أنت تقرأ صحيح، لكن الله هو الذي يتكلم، ودليله من القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حتى يسمع كلام الله، ممن يسمعه شخص ما يتلوه من الصحابة أو من المسلمين بصفة عامة في أي زمان أو مكان، كلام الله. فالقرآن الوحي يشعرك بهذه الحقيقة بقوة، فتشعر وأنت تقرأ القرآن خضوع لرب العرش، لرب الملك والملكوت. تتلقى الأمر والنهي فيقع بقلبك موقع المقصات أو المقاص، جمع مقص، يقطع الأشجار أو الأغصان الزائدة ويهذب ويشذب ويخلقك بأخلاق القرآن. يعني أن تتخلق بأخلاق القرآن وأنت تتلو الكتاب المصحف من حيث هو صحيفة نزل من السماء في التاريخ، وتنسى أن وحيه حي الآن، لأن كلام الحي حي، والله هو الحي الذي لا يموت، وكلامه كذلك حي لا يموت. وهذا معنى الوحي الذي نتحدث عنه في هذا السياق. فشيء عظيم جدا أنك إذ تقرأ القرآن تشعر بأن الله يحدثك يكلمك. ولذلك كانت صلاة الليل بل كل صلاة مناجاة بين العبد وبين الرحمن بسبب ما يتلى فيها من قرآن. طبعا إن كان على هذا الوزن، الشيء المهم ها هنا أيضا أننا نتحقق من معنى آخر فرع عن هذا، لأنك حينما تعرف ربك بالقرآن تعرف نفسك، وتدرك آنئذ بأنك أنا وأنت، بأنني مجرد عبد. وما أكثر ما ننسى بأننا عبيد. لا أحد منا قرر أن يولد في سنة ولادته، ولا اختار جنسه، ولا اختار أباه وأمه، ولا حتى اختار حياته عند التدبر والتعمق. ولا أحد منا اختار النوائب، عافانا الله وإياكم من النوائب، ولا اختار ساعة وفاته. الإنسان عبد لا يملك نفسه، لا يستطيع أن يستيقظ متى يريد، وإنما نستيقظ جميعا عندما يأذن الله. وحينما لا يأذن لعبد من عبيده أن يستيقظ فإنه لا يستيقظ إلى يوم القيامة. فهذا شيء عظيم، ركن. وهذه أولى وظائف الوحي. القرآن الوحي خبر جاء من السماء، الوحي خبر جاء من السماء ليخبر الإنسان أنه مملوك
فلا يسرف على نفسه كثيرا، مملوك، وأن له ربا خالقه، وأن أمره كل أمره بيد هذا الخالق. وهذا مدار كل ما يدرس في علم التوحيد من أوله إلى آخره.